سبحان الله، لا إله إلا الله، الحمد لله، والله أكبر. السلام عليكم حبايبي، وحشتوني جدا. يا رب تكونوا بخير وعافية إن شاء الله، وربنا يرزقنا البركة في الوقت وفي العمل وفي الصحة يا رب إن شاء الله. قولوا آمين بقى، ويلا نسمي الله ونبدأ في الفيديو على طول. معاكم إن شاء الله فيديو كده من المشتريات، وفي نفس الوقت من الغدا بتاعنا، وفي نفس الوقت كمان الشغل. ففيديو شامل كده كل حاجة، يا رب يكون فيديو حلو. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ في الفيديو على طول. اول حاجه كده، اليوميه بتاعت النهارده كانت بفضل ربنا الف حمد وشكر ليك يا رب، كانت 75 جنيه. فطبعا دي مبلغ كويس الحمد لله. فالمفروض ان انا يعني هيجي ليلي عامله اكله كويسه. فالحسبه بتاعتي انا بقى، انا عايزه اشيل حاجه للفواتير، وعايزه الحمد لله ان في فلوس يعني ما شاء الله حلو النهارده، فالمفروض هشيل حاجه للفواتير. بس انا هعوض الدنيا كده. وكمان احنا داخل علينا يعني الحمد لله يا رب ان عشنا يعني رمضان، كل سنه وانتم طيبين، والعيد وكده. فانا المفروض في العيد لما كنت بقبض بالشهر كنت ببقى داخله جمعيه، ويعني باحاول أقبضها بدري إن أنا أجيب حاجة العيد كمان، يعني إيه، عشان لو ربنا أراد وعِشنا يعني يبقى أنا مجهزة جايبة الحاجة، لإن أنا باحب أتأنى في الحاجة شوية. فأنا حاليًا بما إننا باليومية ومش لاقية جمعية بسيطة يعني بصراحة، مش لاقية جمعية صغيرة، فقُلت ألقّط في الحاجات كده، كل ممكن يوم أجيب حاجة. فأنا كان نفسي أوي أجيب السباحة دي، يعني بصراحة كان نفسي فيها، فجبتها قُلت عشان أشوف يعني الواحد وهو بيذكر الله كده في الآخر هيطلع عدد كام، يعني قُلت يعني فضول ممكن. نفس الوقت عشان تنبهني لو أنا ماسكاها كده أسبّح. هاقول لكم برضه أنا ده باعمل إيه. الحلبة دي بتفكّرني بأيام أمي، كان نفسي فيها جدًا. يعني أنا الحلبة العادية أنا باحبها جدًا، بس دي بالذات بتفكّرني بأمي اللي كنت باعملها وأنا والدة. كانت مامتي هي اللي بتعملها لي وأنا والدة، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. بس كانت زيادة بقى تحط لي فيها حتّة زبدة، زبدة بلدي، وهي يعني مش متسيّحة ولا حاجة، تقوم حاطّاها لي كمان في الكوباية دي، اللي هي شوية عسل وشوية الحلبة سخنة بقى وفيها حتّة الزبدة. كانت بصراحة بتخلّيني كويسة جدًا وأنا والدة. ممكن تكون بالإيحاء والّا إيه ما أعرفش، بس هي بصراحة أنا باحبها جدًا، باشربها بتفكّرني بأمي جدًا، وباحب طعمها أوي. بصراحة من غير أي حاجة أنا باحب أشربها كده، ما دام عندي حلبة الحمد لله وعندي عسل وطحينة. إن أنا النهارده كنت شارية طحينة عشان هاعمل جنب الكبدة طحينة، فقُلت بالمرّة يعني عشان برضه أوفّر. ويعني غير التوفير، أنا وولادي كان نِفْسهم في عسل وطحينة، يعني هو والله قدر من عند ربنا، وفي نفس الوقت توفير حلو. يعني أنا كده عندي العسل هاجيبه عشان هاعمل بيه الحلبة، والطحينة جايباها عشان أعمل الكبدة. فقُلت لهم خلاص أجيب لكم فطار إيه، وبعد كده أعمل لكم عسل وطحينة. قالوا لي: "لأ، إحنا عايزين ناكل عسل وطحينة بس." كده إن شاء الله مش هاتأخر في الغدا عشان عندي order، فهاعمل الغدا على طول وأنا هابدأ بقى في الorder. الكبدة بتاعتي أنا جِبت إيه تاني، كنت جايبة حلقان كده صغيرة نسيت أقول لكم عليها. في أول الفيديو مع السباحة كنت جايبة حلقان صغيرة دي لبناتي يعني الاتنين. هاشيلها إن شاء الله في العيد. كل مرّة بقى كده أو كل يوم إن شاء الله هاحاول على قد ما أقدر هاجيب حاجة. أنا بالنسبة لي باعمل كده يعني والله هاشارككم كل فيديو أنا جبت إيه مع الغدا بتاعنا أو الفطار. فإحنا خلاص كده تمام. أنا أصلًا كنت صايمة في اليوم ده، فولادي كلوا عسل وطحينة وكده. أنا باجهّز الكبدة عشان ما اتأخرش عليهم، عشان طبعًا الفطار كده خفيف بس، ولكن الحمد لله هو مغذي يعني. فأنا الكبدة باجيبها رقيقة، الكبدة دي ب50 جنيه، أنا جايبة بس ب50 جنيه كبدة، ب10 طحينة وب10 عسل. كنت باجيب ب5 والله، بس دلوقتي الحاجة غليت شوية، فجايبة ب10 عسل وب10 طحينة وب5 حلبة وب50 جنيه كده. صرفت ال75 جنيه كلّهم اللي أنا خدتهم على أساس أعمل لهم أكلة حلوة زي ما هُم عارفين. الحمد لله بفضل ربنا، ما دام ربنا كارمني واشتغلت. فالحاجات التانية اللي أنا جبتها دي جبتها من الشغل بتاع النهارده، وهاحاول بقى إيه برضه منهم أشيل حاجة للفواتير. فحاجة هتشيل حاجة، لإن إحنا واخدين بالضبط هو يعني حصتين أجازة من الدروس، واخدين حصتين بس، فهنلحق يا دوبك نشم نفسنا شوية. في الكبدة أنا كنت منزّلة عليها فيديو كامل هتلاقوه برضه على القناة، باعمل الكبدة زي بتاعة برّه بالضبط، وأنا مصوراها في الآخر. بس هو جوزي اللي مصوّر بقى الفيديو، لإن أنا في اليوم ده قُلت لكم كنت باصوّر order، كنت مضغوطة طبعًا وعايزة أخلّص الorder يعني المفروض بسرعة وكده. فوالله ما صوّرتش الغدا، أنا كنت عملتها وحمّرتها وعملت لهم ساندوتشات، وكلنا أنا عن نفسي برضه كلت ساندوتشات. إحنا عادي ما دام باباهم مش هنا بناكل ساندوتشات، إحنا بنحب الساندوتشات. مش لازم واحد يعني، عايزين تاني هاعمل تاني طحينة والساندوتش وجواه شوية بقدونس أو خضرة أو كده أو شوية السلطة. النهارده بس ما عملتش لسان عصفور، باحب أعمل جنبها لسان عصفور، ما عملتش والله. فأنا جهّزت كده الكبدة زي ما قُلت لكم، باجيبها رقيقة وأحط عليها شوية توابل وأحط عليها شوية رَدّة ودقيق، والطحينة باجهّزها كده شوية مَيّة سخنة وباقلّبها كده بتفُك من بعضيها، وفي نفس الوقت مرّة واحدة تقوم تتخن تاني. حلو جدًا ليها المَيّة السخنة، بتبقى أفضل كتير من المَيّة الباردة، بتشتغل معاها عادي، بس المَيّة السخنة بتخلّيها تشتغل أسرع وتخلّيها تتقل أكتر. ليه بقى؟ لإن هي بيبقى داخلها آمم يعني في الطحينة بتاعة برّه دي بيحطّوا لها شوية دقيق، فالدقيق بقى بيربط مع المَيّة السخنة، فتلاقيها إيه تخنت كده وبقت حلوة.
هي لو المطحنة بتاعتِك حلوة وما شاء الله تشتغل حلو، ممكن تعمليها في البيت تكون ألطف يعني وأحسن كتير أوي. بس فبعد ما الطحينة لا إله إلا الله، بعد ما الطحينة بتجمد وتمسك كده حلو، وبتقومي مزوّداها بقى مَيّة خفيف، خفيف لحد أمّا تربط القوام اللي أنتِ حاباه. حُطّي بقى عصرة ليمون، شوية خل، أي حاجة، شوية توابل اللي أنتِ تحبيها. ممكن تحطّي توم لو هتعمليها جنب سمك، ممكن تحطّيها ببهارات لحمة لو عاملاها جنب كبدة، ممكن تحطّي لها ملح وكمون بس لو هتعمليها جنب بطاطس، فشوفي وشوية شطة لو جنب كفتة. شوفي أنتِ هتعمليها جنب إيه وضبّطي بقى إيه البهارات بتاعتها. هنا بقى أنا هاقول لكم التركة اللي بتخلّي محشي الكرنب حلو جدًا، هي شوية اللخبطيطة دي، هي شوية بصل مدعوك بشوية توابل وشوية قرن فلفل، لو أنتِ بتحبيه حراق حطّي حراق، بتحبيه مش حراق حطّي رومي. ودي التسبيكة بتاعتنا، أنا كنت صورتها معاكم طبعًا كذا مرّة، والرز المصري بتاعنا المغسول. بس هنا يعني كنت مجهّزة حاجة الأوردر، ورق العنب باحب أحطّه في مَيّة عشان يعني أنقله على طول، لإنه كان طبعًا ده مش أوانه، فكنت حاطاه في مَيّة بس يعني هو سلقته وحاطاه في مَيّة ساقعة عشان ما ياخدش سِوَى كمان زيادة. بس فعقبال ما أجهّز الorder كنت عايزة أحكي لكم على حاجة. ربنا يبارك لكم يا رب وجزاكم الله خير. أنا طبعًا لمّا كلنا بنغلط، يعني ساعات باقول حاجة ممكن تكون مش صح أو حاجة، بس أنا ضحّكوا عليَّ على حاجة. هو طبعًا أنا كنت الفيديو اللي فات قُلت لكم على موضوع صلاة التسابيح وكده. أنا لحد الآن لوقتنا هذا أنا والله مش عارفة هي صح والّا غلط، حتى أنا في الفيديو قُلت يا رب تطلع تكون صح يعني. طبعًا أنا مش متأكدة، ولكن أنا سبحانك يا رب والله العظيم يوم ما أصلّيها بجد بتشقلب حياتي للأفضل كتير، 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 كتير. يوم ما ربنا بيعني وباصلّيها، أنا باصلّيها بنية إيه من جوايا، توبة. يعني يا رب أنا حاسة إن أنا يعني ذنوبي كتير، عملت حاجات كتير مثلًا مش ما تليقش إن أنا أقابل بيها ربنا. نِفْسي دايمًا أكون أفضل، فيعني باستغفر ربنا طول النهار، بنيّة برضه كده إن أنا يا رب أنا باغسل نَفْسي من الذنوب، وفي نَفْس الوقت دي بقى اللي هو إيه، بنيّة توبة كده، يا رب توب عليّا، تقبّل منّي التوبة. فبجد هو سبحانك يا رب ربنا بيبُص برضه على النيّة، فضحّكوا عليّا على إيه، استغفر الله وأتوب إليه. أنا كنت قعدت فترة كبيرة جدًا، هي أمي معلّماني الله يرحمها ويغفر لها، وقت ما اتزنق في أي ظرف كل حاجة وليها دعاء. مثلًا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وقت الشدة حسبي الله ونعم الوكيل، وقت الضعف أو الخوف فوضت أمري إلى الله، لو يعني أنا خايفة من حد أو مش عارفة أتصرّف مع الحد دوّة. وفي دعاء كانت محفّظاه لي بقى، اللي هو ساعة أمّا أكون خايفة من حد وخلاص داخلة عليه هو مثلًا حد شخصيته شوية قوية أو مش زي شخصيتي أو كده، وأنا خايفة منّه رهباه شوية، يعني لا إله إلا الله. في دعاء كانت أمي محفّظاه لي الله يرحمها ويغفر لها. فأنا يمكن قعدت أدعيه 3، 4 سنين الدعاء دوّة. والله العظيم، والله العظيم ناس كتير أوي، أوي، أوي أقوله في وشّهم يتقلبوا، مواقف كتير تتغيّر، يعني ما هم خلاص بيزعّقوا ألاقيه اتقلبوا، مع دكاترة، مع مُدرّسين، مع ظروف في أوراق ولادي، ظروف في أوراقي، باعمل حاجات كتير أوي في حياتي أول ما أدعيه والله العظيم الحال بيتغيّر. يعني كنت باعمل في ورق مثلًا أنتم عارفين روتينات الحكومة وكده، ساعات بيبقوا الناس اللي موظفين شوية متعصبين أو متضايقين شوية فما بيمشّوش الحال أوي. فأنا أدعيه ألاقيهم بعد ما كانت بتزعّق لأ ما فيش هيمشي النهارده، لأ تعالي بكرة أنتِ اتأخرتِ، أنتِ جاية إيه، هو أنتِ جاية تتدلّعي وأنا اللي هاستناكِ وكده، وأقوم قايلة الدعاء ألاقيها طب تعالي يا ستي مش هازعّلِك، ألاقيها اتغيّرت بجد والله العظيم. الدعاء دوّة أنا كنت بادعيه زي ما باقول لكم، هي أمي كانت محفّظاه لي صح، بس أنا اللي اتلخبطت، هي أمي الله يرحمها ويغفر لها يعني. فأنا يعني ناسية، بس أنا تنّيت أدعي الدعاء ده زي ما باقول لكم 3، 4 سنين، لحد ما جات واحدة بتحكي لي على حاجة، فقُلت لها بس يعني أنتِ قولي بس الدعاء ده، ربنا هيفرج لِك هييسّر لِك أمرِك في كل حاجة. المهم جاية باقول لها الدعاء، قعدت تضحك أوي، 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 أوي عليَّ. وطلعت باقول الدعاء بالعكس، اللي هو أنا بادعي كأن باقلب الناس عليّا، يعني بدل ما أقول يعني اللهم اكفيني شرهم يعني وكده، فأنا أنا عاكسة الدعاء عليّا أنا، وسبحانك يا رب ربنا كان بييسّر لي أمري وكان بيستجاب لي. معنى قصدي إن هو سبحانك يا رب ربنا زي ما أنتِ بس أنا واثقة في الله، واثقة في الله وعشمانة في الله خير، وعارفة إن ربنا هييسّر لي الأمر، يعني سبحانك يا رب راح ربنا كان بيستجاب لي عشان النيّة. يعني أنا نيّتي كانت إيه، أنا نيّتي بادعي الدعاء إزاي، سبحانك يا رب ما فيش مرّة والله كنت أدعيه غير أمّا كان ربنا يقلب لي الحال خالص من إيه لإيه، للخير طبعًا.
فجايز فعلًا تكون صلاة الاستجابة التسبيح مش صح الله أعلم، ولكن أنا سبحانك يا رب هو عشان نيّتي بابقى يعني أنا يا رب باتوب يا رب والله العظيم دي بتبقى نيّتي، ولكن في ناس كتير قالت لي إن هي مش صح، فإن شاء الله هاحاول إن أنا ممكن أصلّي صلاة التوبة واستغفر ربنا بصورة أفضل إن شاء الله. طبعًا هو المحشي يعني أنتم عارفين الطريقة بتاعته هي عشان يعني فأنا اتخدتها فرصة وأنا باجهّز معاكم الorder إن أتكلّم معاكم في النقطة دي. عايزة أقول لكم بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، لا إله إلا الله. التجهيز بقى زي ما باقول لكم بتاعة الكبدة وكده أنا هاوريها لكم في آخر الفيديو. المحشي دوّة أنا يعني كان order والله العظيم من الحاجات البايخة أوي، أوي اللي أنا باعملها، اللي أنا بانسى ساعات أقعد أصوّر الأكلة كلّها، ساعات ما بانزّلش فيديو ليه بقى؟ أنا الذاكرة عندي بعافية شوية، ممكن أصوّر الأكل كلّه وأنا باعمله وفي الآخر أنسى أصوّره وناكل على طول، بجد يعني بانسى خالص. أنا برضه النهارده الorder ده المفروض شغّالة فيه من الأول باصوّره معاكم وكده وخلاص المفروض أصوّر لكم الorder في النهاية والله نسيت خالص. زائد كمان إن الكبدة نسيت إن أنا مش نسيت، كنت ملبوخة بقى وكده وشغّالة فما صوّرتش معاكم، بس أنا قُلت لجوزي كنت أنا نمت بقى بصراحة بعد ما سلّمت الorder ده، كنت خلاص مش قادرة فنمت، فقُلت لجوزي لمّا تيجي إن شاء الله وتيجي تتغدى باصوّر لي الغدا عشان خاطر بس أنا هانزّله على القناة عشان ما صوّرتوش وكده. فأنا هاوريكم بقى التصوير بتاع جوزي حلو يعني. أهم حاجة إن هو موضّح الكبدة والسلطة والطحينة والغدا بتاعنا والحمد لله. عملت سلطة جنب الحاجة بما إن كان عندي خضار وكده، ولكن ما اشتريتوش. الطريقة دي أنا حبيت صح أوريها لكم تقطيع الكرنب. الطريقة دي بتكون حلوة جدًا ممكن تستخدميها وأنتِ بتفرّزي الكرنب بيبقى سهل عليكِ أوي. أنا هنا كنت حاشية ورق العنب خلاص وخدت بقى الممبار إيه، خدت الورق الكرنب بقى باتني كل ورقة كده بالنُص وباحطها فوق بعض وبعد كده باقطّعها بالشكل ده، بتبقى الصوابع كلّها متساوية، تقدري بقى تقطّعيها على قد اللي أنتِ عايزاه، صغيّرة، كبيرة، 3 صوابع، 4 صوابع زي ما أنتِ بتحبي يعني واعمليها. ولو هتشيليه في الفريزر هتخزّنيه، هُم بيقولوا أحسن وقت للكرنب الوقت ده. والله أنا أكتر مرّة ما عجبنيش فيها الكرنب كان المرّة دي، مش عارفة ليه حسّيته مش يعني لأ، الأول كان أحسن، مع إني سألت الراجل ده بلدي؟ قال لي آه بلدي. ساعات كده بيبقى في حاجة ليها صيت أوي وهي أصلًا مش حلوة، فمش عارفة هو الموضوع ده بجد والّا لأ. وآجي أنزل ألِف عشان أجيب كرومبا ما شاء الله ما ألاقيش ولا كرومبا، يعني ما شاء الله في ضغط كبير جدًا بيقول لك عشان ده وقت ومش ممكن أنا أكون بس اللي اختيار غلط تقريبًا. كانت ورقها حلو ما شاء الله وبيتلف وما اتقطّعش وما اتكسرتش وكل حاجة، بس كطعم الكرومبا نفسها يعني هو فاض مني بعد ما حشيته خلاص ولفيته وطلعت الأوردر قعدت أجمع بقى بهدوء كده الحاجات اللي هي متقطعة، الحتت اللي هي مبتبقاش سهلة في اللف أنا بحط واحدة على واحدة وبلفها، فعملت صينية صغيرة كده وقلت إن شاء الله بكرة أو حاجة نبقى نعملها نتغدى بيها نحطها جنب الغدا أو حاجة، صينية صغيرة مشكلة بقى بقية الورق العنب بقية الكرنب ومش عارفة ايه كده يعني. افتكرت حاجة كنت عايزة أقول لكم عليها اللي هو أنا ليه أصلًا رابطة عشان كان في حد يعني باحكي لها على موضوع الغلط في موضوع باسأل في صلاة التسابيح برضه وكده، قالت لي: "طب هو أنتِ ليه رابطة التوبة مثلًا لازم بصلاة؟ أنتِ ممكن تستغفري ممكن بنيتِك بس أنتِ يعني تُبتِ أو مثلًا أنتِ حابة إن أنتِ ربنا يغفر لِك أو إحنا كلنا مثلًا ذنوب فأنتِ خلاص بنيتِك كده استغفري أو قولي ساعة الاستغفار أو كده." عامةً هو دعاء سيد الاستغفار دوّة أنا معلقاه عندي في كل حتة، فدايمًا أقعد أقراه. آمم يعني يعني إن شاء الله ظني خير في الله إن شاء الله، إن شاء الله أكون مرّة قارياه مثلًا وتوفاني الله أو حاجة أكون الحمد لله والشكر لله قارياه، سمعت اللي هو بيقرأه في يوم ويتوفى بيبقى مغفور له بإذن الله. المهم قالت لي: "مش مهم إن أنت تصلّي وكده، بس أنا متعلق قلبي بأي حاجة بالصلاة، لو مثلًا عايزة حاجة صلاة الحاجة، عايزة أتوب صلاة التوبة، كده بسبب إن أنا أصلًا زمان خالص وأنا قبل ما أتجوّز يعني وكده، أنا كنت يعني ملتزمة في حاجات والصلاة مش أوي، يعني زي إيه، ربنا يغفر لي يا رب إن شاء الله، بس أنا كنت ساعتها باصلّي الحمد لله، بس ممكن آجي مثلًا يعني أنا كنت باحاول على قد ما أقدر أصحى مثلًا الفجر، أصلّي الفجر وأعمل شغل البيت عشان ماما كانت تعبانة وكانت كمان موظفة، فكنت باحاول إن أنا أخفف عنها ما ابقاش هي جاية من الشغل وأنا بابقى باتأخر في الجامعة، أبقى أتأخر مثلًا أو في المعهد بتاعي، فباجي ألاقيها مخلّصة كل حاجة، فكنت باحاول أصحى من الفجر أساعد معاها يعني.
هو هنا الكبدة بقى والسلطة وسلطة الطحينة أمّا قُلت لجوزي زي ما باقول لكم بيصوّر لي أنت بقى عشان أنا ما صوّرتش وكده، فهو مصوّر لي بقى كده يعني، هو الحمد لله الأكل واضح والتصوير إلى حدٍ ما كويس، تسلم إيده يعني كتّر خيره إن هو افتكر وصوّر لي، والفيديو كده خلص وما لحقتش أكمّل لكم الحكاية إن شاء الله هاقولها لكم في الفيديو الجاي، السلام عليكم.